ورحمة الله. ازيكم يا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال وبصحة وسعادة يا رب. وحشتوني جدا، بقالي فترة طويلة ما نزلتش خالص الفيديوهات، بس ان شاء الله الفترة اللي جاية انزل لكم فيديوهات على طول. اتمنى ان المحتوى بتاعي يكون بيفيدكم تستفادوا منه كتير. ويلا بينا على طول ندخل في الموضوع. اللي عارفني ومتابع قناتي عارف ان انا مش بحب اتكلم كتير علشان ما اطولش الفيديو، لكن لو عايزيننا نتكلم عادي ما عنديش مشكلة خالص نتكلم. المهم انا اول ما رجعت لكم بفيديو ريفيو عن كريم. الكريم دوت يعني بيعالج هيشان الشعر بشكل نهائي. فعلا فعلا الكريم دوت احنا لو حطينا كمية قليلة قوي الشعر بتمتصه، مش بيلزق خالص، وكمان بيديله ترطيب لوقت طويل قوي. مش بيسيب، مش بس كده، لا ده كمان بيدي لمعان حلو قوي للشعر. وعايزه اقول لكم بقى ان الكريم دوت اللي هو كريم ليفز. الكريم دوت انا كنت وريته لكم، كنت بدخله في الروتينات بتاعتي وبتاعت ولادي. بس حبيت ان انا اعمل لكم ريفيو عنه بعد ما خلصته خالص. انتوا زي ما شايفين اهو. انا كمان بعت اجيب طلبت تاني اللي هو بقى الليف ان، علشان في ناس قالت لي على الليف ان بتاعه هو حلو ولا الكريم. فانا قلت انا اللي استخدمته الكريم وكان كويس جدا جدا جدا، فهجيب ان شاء الله الليف ان. وبرده مش هقول لكم عنه اي حاجه غير لما يخلص خالص. زي ما انتم شايفين العبوه دي كلها خلصت. الكريم دوت تحفه يا جماعه زي ما بقول لكم. وكمان في شويه زيوت خطيره، في 23 زيت هندي. الاعشاب الهنديه اصلا بتبقى حلوه جدا للشعر. هو كل تركيزه ان هو بيمنع الهيشان والتقصف، وزي ما قلت لكم في نفس الوقت بيرطب ومش بيخلي الشعر كده ملزقه خالص. ولاحظت بقى حاجه ولقيت حد بيتكلم عليها برضو، ان هو مع الاستمرار بيفرد الشعر فرده خفيفه كده، يعني مش كانك عاملاه استشوار ولا حراره، لا هو بيفرده كده فرده بسيطه. فعايزه اقول لكم ان انت لو عندك مشكله من المشاكل اللي انا قلتها، اللي هو هيشان الشعر، التقصف، التكسر، سواء ليكي او لولادك، يبقى هاتي دوت فورا من غير ما تفكري. على فكره والله العظيم مش اعلان خالص، انا اصلا لسه ما فعلتش القناه، بس انا لما بلاقي حاجه حلوه بحب ان انا اقول لكم عليها علشان تجربوها، ببقى مبسوطه بيها. وبكده الفيديو بتاعنا يكون انتهى. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وشير لكل اصحابكم عشان الكل يستفاد والقناة تكبر بيكم. واستنوني في فيديو جديد. سلام.